أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. يسأل الكثير هل تبيض الدجاجة كل يوم؟ طبعا الدجاجة تضع كل يوم بيضة، كل يوم تضع بيضة واحدة حتى يكتمل العدد. سبحان الله، نلاحظ أن الدجاجة من أول يوم تضع فيه البيض. طبعا لا تحضن البيض من أول يوم، تترك البيض بدون حضن حتى يتجمع البيض. ولكن الإجابة على السؤال هي نعم، أن الدجاجة تبيض كل يوم بيضة واحدة حتى يكتمل عدد البيض، وبعدها تقوم الدجاجة بحضن البيض، يعني تجلس على البيض وتتوقف عن وضع البيض. تستمر بوضع البيض يعني في عدد مختلف، يعني كمية البيض غير محدودة، يعني لا نستطيع أن نحدد، لأن كل دجاجة ممكن أن تبيض بعدد مختلف عن الدجاجة الأخرى. بعض الدجاج مثلا تضع 8 بيضات، بعضها تضع 10، بعضها تضع أكثر من 10 بيضات. ولكن المهم أن الدجاجة تضع كل يوم بيضة فقط حتى يكتمل عدد البيض. عندنا هذه الدجاجة ما شاء الله تبارك الله باضت ووضعت البيض. كل يوم كانت تضع بيضة واحدة فقط، كل يوم بيضة حتى اكتمل العدد. وبعدها نلاحظ أن الدجاجة بدأت تحضن البيض ولا تترك البيض نهائيا ولا تفارقه. وكما ذكرنا لكم في مقطع أن وضع الأكل والماء يعني جنب الدجاجة مهم جدا، لأن الدجاجة خلال فترة حضن البيض لا تفارق البيض نهائيا. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.